السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض احلى سناكس في البيت من بدون زيت. وبرغم بقى ان الزيت دلوقتي غلي بقى ب65 جنيه، احنا هنعمل بقى سناكس في البيت من غير نقطة ولا زيت. اول حاجة هنا انا معايا هنا عيش اللي هو الابيض بتاعنا. انا معايا كده 4 ترغيفة. انا مش هقليه ومش هحطه في الزيت، انا هحمصه في الفرن. حمصيه في الفرن وبعد كده طلعته من الفرن اهو. اهم حاجه حمصيه لونه ذهبي كده. اوعي يتحرق منك، عشان لو اتحرق منك هيبقى طعمه مش حلو. انا خلاص حمصته كده. بعد كده بقى اقوم عامله ايه بقى؟ سايباه يبرد خالص. بعد ما يبرد خالص هنجيب بقى طبق بلاستيك كده او اي حاجه نقطع فيها اللي نكسر فيه العيش زي كده. انا سيبته كده برد خالص. جبت كده بوله كده واسعه، وبعد كده كسري بقى ايه العيش بتاعنا. انت حابه تعملي ايه بقى؟ لو انت حابه تقصيه وهو طري مثلثات او اي حاجه وتحطيه في الفرن على صينيه ولا اي حاجه وهيتحمص معاكي. لكن انا كده قلت ايه، انجز وقت بقى، والعيال كانوا عاملين ايه، ماما حمص لنا عيش او عملنا اي حاجه ناكلها بالليل. فرحت ايه حمرت في الفرن كده ايه العيش زي ما قلت لك كده. حابه تقطعيه حتت صغيره او مثلثات او الشكل اللي انت حابه تعمليه وحطيه في الفرن هيبقى زي العسل. انا بقى هكسر بقى كله كده. انا كنت هقصه مثلثات واعمله زي ما انا عملته قبل كده معاكم، بس هما عيالي قالوا لي يا ماما لا احنا مش هنستنى تقصي ومش هنستنى ان تعملي الشكل وكده. فقلت بقى خلاص هحمصهم لهم زي كده واقطع لهم حتت صغيره. خلاص انا كده خلاص خلصت كده. كسرتهم وحطهم في طبق. انا معايا هنا طعم الجبنه متبله، ومعايا هنا طعم الكاتشب. اي طعم انت عايزاه هاتيه من عند اي عطار. ماشي. طب اعمل ايه وانا ما عنديش طعم؟ واعمل ايه دلوقتي؟ طب انا اتصرف ازاي؟ مفيش وقت ان انا انزل اجيب. هتعمل ايه؟ عندك المرقه الفوريه، وكمان هتجيبي معلقه بابريكا. هتحطي معلقه من كل حاجه، معلقه بابريكا ومعلقه المرقه اللي قلت لك عليها في كيس بيتباع كده ب75 قرش. حطيهم على بعض هيديكي طعم الكاتشب وتحفه. حابه تحطي بس مرقه فوريه كده بس كده على الوش كده، هيدي طعم حلو قوي وهيبقى طعم الجبنه وتبقى خطيره قوي. بس بجد جربوها كده زي ما انا قلت لكم كده، حمصوا العيش في الفرن. والله العظيم تحفه وخفيف كمان على المعده. لو حابه تقطعيه زي ما قلت لك قطعيه. يلا لو عجبك بقى السناكس بتاعي، اللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.